ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا اهو زي ما وعدتكم ان انا هكون معاكم على طول باذن الله ان شاء الله، ومش هنوقف فيديوهات تاني خالص. وكمان زي ما انا قلت لكم ان احنا طول ما انا بعمل اي حاجه انا هشارككم معايا بالظبط. مش لازم يكون الفيديو يكون مليان معلومات على محتوى على يعني كذا حاجه كده، لا خلينا كده ايه، تبقى زي قعده صحاب كده مع بعض، ودايما بنشجع بعض ودايما بندعم بعض. انا عايزه اقول لكم ان انا بفرح جدا جدا بالكومنتات اللي انتوا بتعملوها لي. بجد بتبقى تشجيع ليا فظيع جدا، انا بفرح بيها قوي قوي كده، بجد حاجه تفرح جدا. كمان دي حاجه يعني بتبسطني انا شخصيا اكتر من الاسلام والولاد. ده زي ما انتوا عارفين هما يعني انا اللي شغاله على القناه اكتر منهم، يعني المحتوى بتاع القناه كله كده مين انا اساسا، مش هم خالص بيطلعوا معايا في فيديوهات قليله اساسا يعني. هم لو سمعوا الكلام ده هيزعلوا دلوقتي، بس يعني ايه، دي حقيقه. يعني انا اللي شغاله على القناه، وبحاول طبعا ان انا انوع لكم في الفيديوهات عشان ما تزهقوش، يعني شويه روتين شويه طبخ شويه نطلع ونتكلم مع بعض اصحاب كده يعني، فاهمين انتوا؟ فالنهارده احنا النهارده الجمعه، انا صورت لكم امبارح الخميس وقلت لكم على الموفي نايت البسيطه الصغنطوطه دي كده اللي احنا عملناها يعني. فالنهارده انا بشارك معاكم برضو غدانا يوم الجمعه. كان نفسي اشارككم معايا موضوع من الصبح، مش هقول لكم لا، بس يعني ما قدرتش صراحه. اللي هو ايه، احنا قمنا، انا قمت اصلا متاخر يا دوبك، احنا قمنا على الصلاه بالظبط. محمد نزل يصلي في المسجد وانا والبنات صلينا هنا في البيت. فاليوم تحس ان هو جري، وبعد كده فطرنا وبتاع، تحس ان اليوم بسم الله الرحمن الرحيم بيطير، خصوصا يوم الاجازه. يعني تعالي كده هاتيلي يوم فيه شويه دروس كتير بقى ودبكه ومدرسه وبتاع، هتلاقيه ماشي بطيء جدا ومش عايز يخلص ويوه كده بقى. فانا قلت لا، ان زي ما ايه، زي ما اتشجعت كده معاكم المره اللي فاتت اللي هو امبارح يعني. زي ما اتشجعت معاكم امبارح وعملت معاكم الفيديو هنعمل العشاء، اتشجع النهارده واعمل معاكم فيديو وانا بعمل الغدا. بس فالنهارده هنعمل ايه؟ قعدنا نفكر تفكير كل يوم، وطبعا محدش هيفيدني في البيت. اللي هو يا جماعه احنا هناكل ايه، يا ولاد هتاكلوا ايه، يا اسلام هتاكلوا ايه، مفيش اي حاجه يا ماما، اي حاجه يا ماما، اي حاجه يا ماما، اي حاجه يا ماما الرابعه بتاعت اسلام. ماشي. فاللي هو محدش بيفيدك في البيت خالص غير دماغك. فما تحاوليش انك تسالي، وما تحاوليش ان انت تاخدي اراء البيت، علشان في الاخر تبقى محاوله فاشله. ما تجيبش نفسك احباط، واعملي لنفسك جدول كده بسيط خفيف في طول الاسبوع، مشي بيه ايه يومك كده، النهارده نعمل كذا، بكره نعمل كذا، ممكن نعمل اكله مثلا تقعد معانا يومين، نبقى كده خير وبركه. بس دي بتحصل نادرا طبعا، عشان اللي ما بياكلش الاكل غير طازه، واللي ما بيرضاش ياكل الاكل بايت وحاجات كده يعني. فاحنا النهارده هنعمل اكل ايه؟ هنعمل حواوشي. طبعا انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، كنت عامله معاكم الحواوشي ده قبل كده، صح ولا لا؟ لو بتتابعوني في الفيديوهات بتاعتي ورجعتوا لها هتلاقوا ان انا كنت ايه، عامله معاكم الحواوشي قبل كده بطريقه سهله جدا وبسيطه وكل حاجه. بصوا استنى اوريكم. بصوا انا عملتها اهي، عملت اللحمه المفرومه بالخلطه اللي انا كنت بعملها معاكم في الفيديو اللي قبل كده. لو عايزين الطريقه بتاعه الحواوشي بتاعتي سهله جدا وبسيطه، ويعني مكوناتها في كل بيت، لو عايزين كده انا هسيب لكم الفيديو عشان ما يعني ما تتعبوش نفسكم بقى وتخشوا تدوروا في القناه بقى وحاجات كده. انا هنزل لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف تحت. خلاص، ادخلوا انتوا بس على صندوق الوصف، هتلاقوا اللينك بتاع الحواوشي، وهتلاقوا لينك الكفته، وهحط لكم لينكات الاكل كلها. خشوا بقى ابدعوا بقى في الاكل، عشان ما تحتاجوش كل يوم تاكلوا ايه وتعملوا اكل ايه بتاعتي. انا سهلتها عليكم، وانتوا كمان سهلوها عليا، وقولوا لي بكره اعمل اكل ايه. يعني غششوني كده في الكومنتات بتاعكم، قولوا لي يا ساره بكره اعملي اكل كذا، احنا عاملين كذا، قلدينا. بس لان انا حاسه ان انا خلصت كل الاكل، وفي الاخر اعمل ايه تاني يا جماعه؟ يعني في ايه تاني يتعمل؟ يعني هاتولي بقى المرحله اللي بعد كده. هنشوف. بص بقى، انا هنا فتحت العيش خلاص، العيش البلدي بتاع ده فتحته خلاص. وايه، وهحشيه بقى اللحمه المفرومه بقى بالخلطه اللي احنا متعودين عليها، اللي احنا عاملينها مع بعض قبل كده. وايه، واحطها في الورق فويل وندخل في الفرن على طول. انا ما بسواش في الطاسه. ليه بقى ما بسواش في الطاسه؟ بتنشف
ودي الطريقه الانسب. بصوا بقى انا بقلبها علشان ايه، انا كنت سايباها شويه فانا بديها تقليبه يعني. بصوا بقى نرجع لكلامنا تاني. انا مش بسوي في الطاسه ليه؟ علشان الطاسه دي بتبقى للناس اللي هم بيحبوه مقرمش، محمص، متحمر سيكه كده، هو فاهمين انتوا. لكن للناس اللي هي ما بتحبوا طري كده وبتاع، لا دوت ايه، الفرن هيبقى انسب ليهم. وكمان في الفرن انا بعمله بالورق الفويل زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو كده تحت. امشوا بالطريقه بالظبط، هيجيلكوا الحواوشي فعلا مظبوط بتسويته بطعمه بالتوابل بتاعته بكل حاجه. فهو فعلا هيعجبكم قوي والله. بس انا بسويه، بفضله ان انا بسويه في الفرن علشان الاسلام بيحبوا ايه، طري، ما بيحبوش ناشف. انا بحبه ناشف والولاد بيحبوه فيه سنه قرمشه كده اهوت، فانا بحبه كده بصراحه. فبقوم عامله ايه بقى، بقوم مهويه شويه الورق الفويل من على الرغيف بتاعي مثلا، فيقوم مدي سنه ايه، قرمشه سيكه كده اهوت. بنحاول ان احنا نعمل ايه، يعني ابسط حاجه في اليومين الاجازه دول. زي ما كومنت كده جالي بالظبط ان احنا يومين الاجازه ده بنعمل فيه ابسط الاكل علشان يكون خفيف علينا ويكون يوم ايه، مفيهوش تعب كتير وارهاق كتير، كفايه فعلا المذاكره والواجبات. فعلى فكره انا لما شفت الكومنتات بتاعتكم دي ولقيتكم بتتكلموا معايا كده، فعلا انا حسيت ان انا فعلا بتكلم مع صحابي. اللي هو ايه، مش انا بقول لكم انا بدل مثلا ما اكلم صاحبتي او اكلم اختي نرغي في التليفون، لا انا افتح الكاميرا ونقعد نتكلم مع بعض، اللي هو من غير بقى ايه، احنا مرتبين كلام ومن غير اي حاجه، احنا كده صحاب بقى مع بعض وقاعدين بيتكلموا. فحسيت فعلا ان انتوا لما ردتوا عليا في الكومنتات ان ده اللي حاصل، يعني اللي هو فعلا احنا صحاب قاعدين بنتكلم مع بعض وكده. بس ففرحت قوي بصراحه. مش عارفه بقى الفيديو ده انا هعرف انزله لكم النهارده يوم الجمعه ولا هنزله لكم يوم السبت، مش عارفه. بس انا عايزه اكل مثلا ينفعني ايه سبت وحد، يا لو في اكل ينفع يوم سبت وحد يبقى زي الفل والله، يبقى خدته فيا كسبته فيا ثواب والله. بس للاسف انا ما عنديش حد بياكل اكل بايت للاسف الشديد. ببقى عايز طبعا اكل خفيف وبسيط زي طول الاسبوع، برضو ببقى عايزه اكل خفيف. بس انا عايزه اعمل كل يوم اكل خفيف وبسيط. ما عنديش وقت، انا ما عنديش وقت اعمل لهم مثلا محشي، ما عنديش وقت لدبكه المحشي. اعمل لهم مثلا مكرونه بشاميل، ما عنديش وقت لدبكه المكرونه بشاميل. يا جماعه انا عايزه حاجات تسهل عليا الدنيا كده شويه. وطبعا علشان انا فلحوسه وشطوره، بقوم عامله ايه، مضيعه يوم الدرس دوت في الشارع. اللي هو انا بستنى العيال بقى في الشارع والكلام ده كله، طبعا ما بروحش، بفضل قاعده مستنياهم لان المكان اللي هم بياخدوا فيه درس بعيد شويه عن البيت، فصعب طبعا ان انا اروح واجي، صعب عليا. فبستسهل وافضل بقى ايه، قاعده مستنياهم في مكان مثلا او كده، وبشوف مكان اقعد فيه لحد ما بيخلصوا الدرس وكده، فاهمين انتوا. مستنيين الشتا تدخل قوي علشان السقعه بدات على فكره، بس احنا مستنيين الشتا تدخل قوي علشان ايه، نعمل العدس، نعمل محشي كروم. فاكرين انتوا الايام دي، فاكرين انتوا الفيديوهات ديت. بس تمت المهمه بنجاح والله العظيم. انا لو بعمل الاكل ده لوحدي من غير الكاميرا انا ما هخلصه بسرعه كده، هقعد فيه ساعه كده وبعدين هبقى بالراحه وبتاع والكلام ده كله. لكن دلوقتي بصوا انا عملتها في السريع السريع ازاي، والله حلو زي الفل. كيلو اللحمه المفرومه دوت عمل معايا كام، اقول لكم عمل معايا كام رغيف، 2 3 4 5 6 7 8 رغيف. كيلو اللحمه المفرومه عامل معايا 8 رغيفه، حلو قوي يعني، اللي هو مليان حلو، مش فاضي ومش مليان، كويس. اروح اجيب الورق الفويل وارجع لكم تاني. جبت الورق الفويل اهو، طبعا معاكم بقى، محدش يقطع زي. هعمل ايه بقى، هدهن. هي فين الفرشه، فرشتي العزيزه، ندهن بيها كده دهنه بسيطه. يا سلام بقى اللي ليهم مزاج في الليه زي اسلام كده. فاكرين لما عملت قبل كده الحواوشي بالليه عشان خاطر اسلام ونسيت اشيل لنفسي، ياه. بس انا بقى حظي وسعدي وهنيه اللي انا دلوقتي ما عنديش ليه. فما عملتهالوش.
اللي هي بيقولوا بتدي الاكل حلو، يعني طعم حلو كده في الاكل وبتاع، بس انا ما بحبهاش، تقيله ودسمه. انا ليه اعمل في نفسي كده يا جماعه؟ ليه ناكل الاكل كله دسامه كده وبتاع ومش صحي وكده؟ ايه ده؟ لا لا، ما بحبهاش يبقى بالشكل ده. يلا نحطه هنا دلوقتي. ناخد ورقه كمان تقطعوش زي باي يا لوكا. لوكا جايه تقول لي باي. حفظت اللي وراكي يا لوكا؟ عملت الواجب يا لوكا؟ باي 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 يا سولا. لا انت لسه ما عندكيش واجبات يا سولا. انت اصلا بتتعبي وانت قاعده في البيت، لو نزلتك حضانه بقى تفتكري ايه اللي هيحصل مع العدوات بقى المنتشره؟ ولا انتوا ايه رايكم؟ انا اصلا عامه ما بوديش حضانات اساسا. انا اولادي ما بدخلهمش حضانات، بيدخلوا كيجي على طول في المدرسه، وعلى المدرسه على طول بقى مع ربنا. بس هي مش القطع، هي اخر حته في اللفه دي. انت قطعها. طبعا صوت الفويل لو بيعمل لكم دوشه استحملوه، اصل انا هعمل الاكل معاكم. اللي هي رخامه يعني. بصوا سيلا ماسكه البتاع وبتلعب بيه ازاي. وقفت جنبي. قول لهم باي يا سولا، قول لهم باي. هضرب حد دي. اه هتضرب حد بدي. انت مالك ولا ايه؟ اضربي الملك. ندهن كده الزيت. توت قطري زغنتوت. قطري زغنتوت. نجيب اللفه التانيه. الحمد لله انا عامله حسابي. خبطتك؟ تاني ما عشان دي خلصت بقى خلاص. هلا بنتي كمان. ايه؟ هلا بالاثنين. صح. حد جاله قرار الغاء التقييمات ده؟ حد قال لكم اي حاجه ولا دي حاجه فيستك كده مش حقيقيه؟ مش عارفه. بس والله المدرسين فعلا اللي قالوا، يعني احنا ميس الفصل هي اللي قالت كده. يعني مثلا مش احنا الامهات اللي اخترعنا الكلام دوت وقلنا. لا والله محدش يقطع زي. فتفتكروا الميس تضحك علينا مثلا؟ مش معقول. اصل يعني هدفها ايه ان هي تضحك علينا وتقول لنا كده؟ كده كده احنا عندنا يوم الاحد حتى لو في تقييمات احنا مش هنحضرها. ليه؟ لوكا كده كده معفيه منها علشان هي عندها الحفله بتاعتها الكبيره. فاكرين لما انا كنت قايله لكم يعني لوكا عندها حفله كبيره قوي، وفي ناس من وزاره التربيه والتعليم هيكونوا حاضرين وكده. ويعني الحفله هتبقى كبيره جدا وهتكون متصوره وكده. فابتدت فهي طبعا معفيه من تقييمات يوم الاحد. هتتقيمها لعلمكم، مش اللي هي معفيه اللي هي خلاص بقى كده. لا من يوم الاثنين. ومليكه جت تقول لكم باي باي. فمحمد مش هوديه برضو تقييم بتاع يوم الاحد. احنا يعني نعيش عيشه فل يا موت احنا الكل، يا كلنا نقيم يا كلنا ناخد اجازه. عشان طبعا محمد هيجي معانا الحفله. هقول لكم الحفله، انتوا كمان هتيجوا معانا الحفله. مش هنسيبه واحده في البيت. مش هنسيبه لوحده في البيت. فطبعا محمد هيجي معانا، فمش هينفع ان هو يروح المدرسه اليوم ده لان الحفله هتكون طويله شويه. ف هغيبه بقى من التقييم اليوم ده. ماشي. بس مستعده للحفله يا لوكا؟ مستعده للحفله بتاعتك؟ حفظتي الخطوات عليك عشان انتي مش باينه. ايوه حفظتي خطوات حفلتك والعرض بتاعك؟ لوكا عامله حته عرض ما شاء الله. اللبس والحركات والعرض كله، يعني التيم كله حلو قوي قوي. يعني مش العرض بتاع لوكا بس، لا بجد الحفله كلها تحفه ما شاء الله. يعني مبسوطه قوي عشان العرض بعد بكره. العرض يوم الاحد بعد بكره. بس انا هاجي مع ماما. سولا هتيجي معايا، لكن لوكا هتمشي بالباص بتاع المدرسه. هما ياخدوهم بالباص واحنا هنروح وراهم بالعربيه. فايه ادعوا لها بس الحفله دي تكمل على خير ان شاء الله، وتكون ايه. خدي يا لوكا ام ده. ادعوا لها الحفله تكمل على خير ان شاء الله، ويكون يوم حلو وجميل
ويرجعوا بالسلامه. يغني واحدة مليكة. عشان في اقاويل كتير جدا على الحادثه دي، فربنا يستر يعني. تمام. اقاويل من الامهات مش حاجه تانية. رمجي. اه طب اللي هو كان كله، انا عايزه اقول لكم لا يا أصلا دي فيها لسه. عايزه اقول لكم ان طبعا ده عشان عرض كبير جدا، فكله كان حابب ان هو يشترك فيه وولاده تشترك فيه، بس للاسف المس يعني اختارت ناس معينين هي اللي يشاركوا في العرض وكده اهو. ف حصل عليه اقاويل كتير جدا يعني، اللي هو لا احنا عايزين بنتي تدخل، انا عايزه ابني يدخل، انا مش عارفه كده، فاهمين؟ طبعا حقهم من جمال العرض. بس طبعا الميس بقى بتعوض البنات اللي هم ما اشتركوش في العرض طبعا بالعرض التاني دوت. هي لوكا كانت داخله عرضين، عرض بتاع فتح الدوري بتاع المدرسه بتاعتها، افتتاح الدوري، بس ده خلص طبعا ما صورتوش بصراحه. ممكن انزل لكم منه مقطع كده اهو عشان انا لسه ما نزلتوش. ده عملته خلاص خلصته، بس ده كان في مدرستها. العرض التاني ده اللي هو بتاع يوم الحد الكبير ده مش في مدرستها، في مدرسه تانية بره، مدرسه كبيره. بس احنا اول ما نخش عرض بالضخامه دي، فعشان كده واخد معانا هبه جامده، واخدين بالكم انتوا؟ فاحنا هنودي لوكا بقى ان شاء الله المدرسه يوم الاحد في ميعادها عادي كده، لو ولادي مش في ميعاد ده بدري كمان. دي الميس عايزاهم 7 بالظبط يكونوا في المدرسه، مع انهم ميعادهم الطبيعي الولاد بيخشوا المدرسه الساعه 7:15 او 7:30 الطابور بيبدا، لكن عايزينهم يوم الاحد الساعه 7 الصبح، وبيقولوا هيتحركوا على الساعه 11 او 11:30. الباص هيجي ياخدهم كده يعني، فالباص هيجي ان شاء الله ياخدهم من المدرسه، واحنا بقى الامهات وكده كلنا هنطلع وراهم بقى ايه بالعربيات اللي هي زفه يعني. والله العظيم حاسه احنا رايحين زفه، رايحين فرح، رايحين، حاسه ان الموضوع كبير معانا شويه. وهنطلع وراهم بالعربيات عند المدرسه اللي هم يروحوا يعملوا فيها العرض. بس هنشوف بقى هنعمل ايه، وهنشوف هنلبس ايه. تيجي يا لوكا نوري لهم، تيجي يا لوكا نوري لهم لبس العرض بتاعك، اوكي ولا نخليها مفاجأة؟ ايه رأيك؟ نخليها مفاجأة؟ ماشي خليها مفاجأة، لأنه ما شاء الله حلو قوي. هو عامل زي الطيار. الطيارة ما تحرقيش بقى، اسكتي. لا هو مش طيارة والله، اسكتي ما تحرقيش، يا اما نوري لهم الهدوم. بس هي اللبس معانا وخلاص اتظبط وكله تمام، واللبس معانا وهياخدوه معاهم ان شاء الله يوم الاحد وهم ماشيين. بس شجعوها بقى، قولها يا لوكا اعملي العرض حلو، اعمليه جميل، وانتي شاطره وهتعرفي تعملي العرض ده حلو وجميل زي اصحابك، صح يا لوكا؟ وانتي حفظتي الخطوات صح، وحفظتي كل حاجه زي اصحابك بالظبط، صح ولا لا؟ صح. بصوا الهرم ده ما شاء الله، بتاع ده انا عارفه ان هو عامل دوشه في الصوت، بس اعملوا نفسكم مستمعين، عشان انا هعمل الاكل معاكم يعني هعمله معاكم، ما انا مش هعمل لوحدي صراحه. ايه رايكم؟ احنا ما عملناش ولا مره طلعنا لايف على القناه هنا ولا على اي حاجه اصلا. احنا اول مره نطلع لايف على اي حاجه. ايه رايكم لو طلعنا لايف؟ لو لقيت تشجيع منكم، انا بصراحه بص عارفين انتوا الرهبه بتاعت اللايف دي يعني، لو اطلع لايف دي ما عندهاش اي مشكله. انتوا عارفين انتوا لو فيديو، لو في حاجه كده بتتشاف في المونتاج، يعني بتحاول تتظبط كده، فاهمين؟ بتتعاد بتتشاف في المونتاج، يعني الموضوع بيبقى مستور شويه. لكن على اللايف لا، يعني بصوا حتى هو من اسمه وتحس ان هو بابليك قوي يعني، فهو فعلا كده يعني. بس احنا ايه عايزين نعمله بجد، عايزين اللي هو احنا يبقى كده مع بعض، يعني نتكلم وترد علينا في نفس الوقت ونرد عليكم وندخل كده في حوار مع بعض. لو لقيت تشجيع منكم عشان الرهبه اللي عندنا دي، لو لقيت تشجيع منكم هنعمل لكم لايف. عايز اقول لكم ايه، مش فاكره. ما الكلام بيتوه مني، وده عامه ومش عارفه ليه، يعني دي حاجه حصلالي مؤخرا، ابقى عايزه اقول حاجه الاقي الكلام تاه مني. ماما بتقولي ده من كتر الضغوطات في دماغك، كذا حاجه في دماغك بتفكري فيها في نفس الوقت، وكذا موضوع بتفكري فيه في نفس الوقت، فده بيعملك تشويش
فما بتعرفيش اللي هو ايه تجمعي كل الكلام اللي انت عايز تقوليه، تحسي ان الشبكات بتخش في بعضها جوه. فحاولوا ان انتوا تفهموني او حاولوا تدوني حل، حاجه من الاتنين، يا تفهموني تدوني حل للموضوع ده. وانا كمان بنسى كل حاجة. بس انتي بسبب التليفون. صح ولا لا؟ ها؟ اخر رغيف هقش معانا الحمد لله. تعملوا على خير وسلامه. تجيب لي الصاج الكبير ده، هو مستطيل. هو مستطيل لما الفرن مربعه. احنا فرنتنا مستطيل. وكشفها جابتهولي. عروستي بقى الايه، عروستي بقى هرم الحوشي ده. بسم الله بسم الله بسم الله. احلى كلام اتعلمناه قبل ما ناكل بسم الله. ايه تاني؟ كانت الاغنيه دي كانت حلوه قوي، كنا بنحفظها في كيجي. قبل ما نشرب بسم الله. تمت المهمه بنجاح. بس سقفولي. بص هيقع. تمت المهمه بنجاح الحمد لله. سقفولي سقفه اشطر كتكوت. دخل الفرن وارجع لكم تاني. دخلتها الفرن خلاص. جت بقى ايه مرحله الطحينه. يلا نعملها مع بعض. جبنا الطبق هنعمل فيه الطحينه واحط فيه الطحينه. عملت انا معاكم الطحينه دي قبل كده ولا لا؟ مش فاكره. اعملها لكم بطريقه ايه مفصله كده عشان طريقه ايه؟ انا قلت الطريقه ايه؟ متقولش على كلامي يا جماعه. بطريقه موضحه. مالها كلمه موضحه؟ ما زي الفل اهي. ماشي. سامعين كحه محمد؟ محمد اللوز والكحه وايه كله متظبط. تفتكر الطبق ده هيكفي يا محمد ولا نحتاج طبق اكبر شويه؟ لا حلو. مش عارفه. هيكفي. ياه. متأكد؟ ايه؟ متأكد؟ اه. كده ماشي. حتى ابني ما يعرفش لغتي. هو اسلام اللي بيعرف ينصفني كده، هو اللي بيفهمني في اي لغه. نحط بقى التوابل بتاعتنا. في ناس بتحط عليها زبادي، انا ما بحطش عليها زبادي. مش عارفه، ومع اني بيقولوا لي حلوه يعني وبتاع كده، بس مش عارفه ما بحبش احط عليها زبادي. انا ليا طريقتي كده فيها بتعجبني الصراحه. حلو جميل زي الفل. مش لازم نعمل افتكاسات كل مره. هما بياكلوا، في ناس بتاكل المحشي بالزبادي. سلطه الزبادي، بس تبقى بسلطه الزبادي يعني مش زبادي يعني، مش زبادي خام يعني اقصد. نحط عليها التوابل الحلوه. خلي بالك ان الفرن دلوقتي هتسخن جامد. يعني لو انا مثلا لمستها هتلسع. طبعا هتحرق. لا مش هتتحرق، بس هتتلسع لسعه جامده. ينفع لي بقى؟ قلب يا حبيبي. اهلا وسهلا. بسم الله. وانا عرفت اقلب. نعم. لا انا بقول لك بدون اي خسائر. يا كده يا تسيب بقى. بحاول اعمل اللي اعرف اعمله. في حاجة؟ ولا اي حاجه نفسي كده عشان اصلا. اغسل ايدي. جبت تندوف الطحينه عليه. انا امسك تسيبها عشان اغسل ايدي، عشان يعني احنا ايه مش هنهزر. انتوا ازاي بتقلبوا؟ انا بقلب كويس ومش عارف. انا بقلب كويس وبيقع. انا ماما بعمل كل حاجه. اشمعنى؟ ماما بتعرف كل حاجه. اشمعنى؟ اسال تيتا، هي اللي كانت بتقولي كده. مش عارفه ليش الريحه من دلوقتي. ريحه الحواوشي بدات تطلع. والله مش عارفه ازاي. عشان تعرف بس يا عم. قولوا لي بقى، استنى بقى ايه لما نفض ايدينا كده. قولوا لي بقى نوع الفيديوهات ده حلو ولا وحش؟ اللي انا لما افتح كده وانا بعمل اي حاجه، مش شرط اكل طبعا، يعني اي حاجه بقى لما افتح كده اهو واقعد اتكلم معاكم ونقعد نتسلى مع بعض ونقعد نرغي كده مع بعض زي الصحاب وبتاع وكده، وانا اتكلم وانتوا تردوا عليا في الكومنتات والعكس وكده اهو. النوع ده حلو ولا وحش؟ شجعوني وقولوا لي. قولوا لي ده كده حلو ولا كويس. وشايفين كمان ان الاضاءه بقت احسن في المطبخ، ظبطتها لكم سيكا ولا ايه الدنيا عن الفيديو اللي فات؟ انا ظبطتها عشان عملت حسابي ان انا ايه هكون معاكم كتير بقى كده في المطبخ وبتاع، فاهمين اللي هو انا اتحمست اتلككت بالمعنى الاصح. ماشي، انا اكون معاكم على طول كده اهو.
فشجعوني وقولوا لي ايوه يا ساره النوع الفيديوهات دي حلو، احنا بنحب نسمع رغيك الكتير وكلامك الكتير، اطلعي اتكلمي معانا واحنا نرد عليكي والحاجات الحلوه دي. ماشي، مش هطول عليكم بقى الفيديو اكتر من كده خلاص عشان ما تزهقوش مني. بس اهم حاجه ايه يا محمد؟ اللايك والاشتراك. تعالى طب قول عشان يشوفوك. اللايك والاشتراك والتعليق الحلو منكم. ودايما يفعلوا زر الجرس عشان الفيديوهات اللي احنا بنعملها توصل لهم، عشان لو انتوا عشان انتوا لو ما عملتوش الزرار بتاع الجرس مش هيجيلكوا اي اشعارات ان احنا عملنا فيديوهات. ماشي، ودي حاجه تزعلنا، عايزينكم دايما تشوفونا وتدعمونا وتكلمونا ونبقى اصحاب كده مع بعض. ماشي، خلاص الفيديو بتاعنا خلص لحد كده، او الرغي بتاعنا قعدتنا الحلوه. احنا هنغير اسم القناه ونخليه قعدتنا الحلوه، ايه رايكم؟ قعدتنا الحلوه خلصت بسرعه كمان، يعني انا ما حسيتش بيها خالص بصراحه. يا رب كمان تكون خفيفه عليكم، وان شاء الله هجيلكم فيديو تاني جديد وكده اهوت. مش لازم يكون غني بالمعلومات او الافاده او بتاع، خلينا قعده صحاب كده مع بعض. ولحد هنا بقول لكم باي باي، نستودعكم الله ومع السلامه. باي.